الفيلم بيبدأ وبنتعرف على بطلنا ديسون، راجل في الأربعينات من عمره، وفي المشهد ده بنشوفه في وسط المحيط شغال كعامل حفر في منصة بترول بحرية، وهو بياخد بريك صغير وبيبص للنجوم. فجأة بيحصل انفجار ضخم جدا في المنصة. الانفجار بيطير ديسون في البحر وبيخليه يغطس لتحت في المية، وهو بينزل للأعماق وبيكافح علشان يتنفس. بيكون قريب جدا من الموت، وفي اللحظة دي عقله بيرجع بيه لأجمل ذكرى في حياته. بيفتكر أيام ما كان لسه طالب في ثانوي، ولما ذكرياته بتبدأ تظهر كل حاجة كان بيحبها بترجع له تاني بقوة. ده فيلم The Best of Me. في يوم بعد الظهر كان ديسون خارج مع أعز أصحابه بوبي، كانوا بيتكلموا عادي، وبوبي قاله إنه قريب هيبقى أب وهيتجوز. وهما بيتكلموا ديسون لمح بنته قريبة منهم اسمها أماندا، ومن غير أي سبب واضح حس إنه مشدود ليها جدا. كان عايز يكلمها بس طبيعته الانطوائية منعته. في النهاية ما قالش ولا كلمة، وروح هو وبوبي. وهما راجعين عربية بوبي عطلت فجأة. ديسون نزل من غير تردد علشان يزقها معاه، وهو بيزق اتفاجئ بأماندا بتظهر فجأة وبتساعدهم في زق العربية. ولما العربية اتصلحت ديسون اتسمر مكانه وما بقاش عارف يقول لها ايه. وقبل ما يستجمع شجاعته كان في واحد صاحب أماندا جه وخدها. وسط لخبطته دي ديسون قال لها بطريقة غريبة يلا امشي. بوبي اتعصب منه وقعد يأنبه وقال له إنها كانت واضحة جدا إنها عايزة تتكلم معاه، واستغرب إزاي يطردها بالشكل ده. المشهد اللي بعده بياخدنا لمكان ديسون السري، خزان مية قديم متعود يروحه علشان يبقى لوحده، مكان هادي بيقدر يفكر فيه ويذاكر فيه ويهرب من العالم. ديسون كان بيعشق الفيزياء وكان بيقضي وقته هناك يقرأ ويتعلم مع نفسه. بعد كده في المدرسة ديسون كان ماسك كتاب الفيزياء كالعادة، ولمح أماندا محتاسة في حاجة، قرب منها واكتشف إن عربيتها عطلت تاني. استخدم مهاراته في الميكانيكا وحبه للفيزياء وقدر يصلحها، والعربية اشتغلت. ديسون لسه كان متوتر في كلامه مع البنات، واعترف لأماندا إن صاحبه بوبي قال عليه إنه غبي عشان ما بيعرفش يتكلم معاها. أماندا هزرت معاه بالكسوف وقالت له إنه فعلا كان عبيط شوية، وفي الحقيقة هي كانت مستنياه يطلب يخرج معاها. ولما تعبت من الانتظار خدت هي المبادرة وطلبت منه إنهم يخرجوا في ديت يوم السبت. ديسون وافق وكل واحد راح لحاله. بعدها بنفس اليوم ديسون رجع بيته. أبوه طلب منه إنه يخرج معاه يوم السبت بالليل، بس ديسون رفض علشان كان متفق مع أماندا. الرفض ده عصب أبوه جدا وضربه بالقلم. وهنا بنعرف إن ديسون اتربى في فقر، أمه متوفية وعايش لوحده مع أبوه. أبوه كان بلطجي شغال في أعمال مشبوهة زي المخدرات والعنف. ديسون كان شخص طيب وعمره ما كان عايز يمشي في سكة أبوه، بس أبوه كان دايما بيضغط عليه ويهينه لما يرفض إنه يشاركه في شغله اللي مش كويس. ديسون ما قدرش يتحمل أكتر من كده وهرب من البيت وفضل يمشي بلا هدف في الشارع والمطر لحد ما لقى مخزن فاضي، دخل جواه ونام. ولما صحي اتفاجئ براجل مواجه بندقية في وشه. الراجل ده اسمه تاك وهو صاحب المخزن. في الأول تاك كان غضبان إن في حد اقتحم المكان بتاعه وسأله عن أهله، ولما عرف إن أبو ديسون مجرم خطير وشاف آثار الضرب على وشه حس بالشفقة ناحيته، ومن اللحظة دي سمح لديسون إنه يعيش معاه في المخزن. القصة بترجع بينا تاني للحاضر، وديسون نجا من حادثة الانفجار في البحر، بس حياته كانت فاضية ومملة، عايش يوم بيوم من غير هدف. حتى وهو عنده 40 سنة فضل وحيد واختار إنه ما يكونش عيلة. وفي يوم جاله تليفون غير كل حاجة، عرف إن تاك اتوفى واتطلب منه إنه يحضر الجنازة لأن تاك ما كانش عنده عيلة، وساب كل أملاكه لديسون. تاني يوم ديسون راح الجنازة وهناك اتصدم لما شاف أماندا، ما كانوش شافوا بعض من حوالي 20 سنة. القصة بترجع للماضي تاني. في الوقت ده ديسون كان عايش في مخزن تاك بقاله كام يوم، وكان بيصلح له عربياته علشان حاسس بالذنب إنه قاعد عنده. وجه يوم السبت، اليوم اللي كان المفروض يروح يقابل فيه أماندا، بس بدل ما يروح لها ديسون اختار إنه ما يروحش. أماندا اللي كانت مستنياه زعلت جدا، وبوبي كان معاها، ولما عرف مكان ديسون راحت له فوراً. أول ما وصلت وبخته علشان كسر وعده. ديسون الانطوائي سكت وما بررش موقفه، واكتفى إنه يقول لها إنه ما بيحبش الأماكن الزحمة. في النهاية خدها لمكانه السري وقضوا وقت جميل مع بعض تحت النجوم. تاني يوم أبو ديسون عرف مكانه وهجم عليه من غير تردد. فجأة تاك ظهر ووجه سلاحه لأبو ديسون لحد ما تراجع ومشي. تاني يوم ديسون راح لأماندا وطلب منها تبعد عنه علشان خايف أبوه يأذيها، بس أماندا اللي حبته بجد رفضت تسيبه، ومن اللحظة دي بقوا يقضوا وقت أطول مع بعض.
أماندا بقت تزور مكان تاك كتير، وتاك اللي كان عايش وحيد بعد ما خسر مراته وابنه لقى السعادة تاني في وجودهم معاه. وفي يوم تاك اداهم بيت صغير جنب البحيرة علشان يقضوا فيه وقت براحتهم في هدوء. ومع مرور الأيام علاقتهم بقت أقوى. وفي يوم عيد ميلاد أماندا ديسون راح بيتها علشان يحتفل معاها ومع عائلتها، وهناك اكتشف إن عيلتها غنية جدا. أبو أماندا طلب إنه يتكلم مع ديسون على انفراد، ولما عرف إنه ابن راجل مجرم عرض عليه فلوس ومنحة جامعية مقابل شرط واحد، إنه يبعد عن أماندا بنته تماما. ديسون اللي كان بيحبها بجد رفض العرض ومشي من الحفلة. والقصة بترجع بينا للحاضر تاني، وبنعرف إن أماندا كمان رجعت البلد بعد ما محامي تاك كلمها، وهناك المحامي بلغها هي وديسون إن تاك ساب لهم البيت اللي على البحيرة. تاني يوم راحوا البيت مع بعض وقضوا وقت طويل قوي في الكلام، بيعوضوا اللي فاتهم بعد 20 سنة فراق. وهما بيتعشوا أماندا اللي لسه رغاية زي ما هي بدأت تحكي له عن حياتها، وقالت له إنها اتجوزت وعندها طفلين، وبعدين سألته عن حياته هو، فاعترف لها إن هو لسه سنجل وما اتجوزش. أماندا استغربت وسألته: أنت عمرك ما حسيت بالوحدة؟ ديسون ابتسم وقال لها إن آخر مرة حب بجد كانت من 20 سنة، واعترف لها إنه عمره ما بطل يحبها، هو بس بطل يبين ده. أماندا افتكرته بيهزر، بس هو كان بيتكلم بمنتهى الجدية. القصة بترجع بينا للماضي تاني، للحظة اللي ديسون كان فيها متغاظ ومقهور بعد ما أبو أماندا رفضه. أماندا جات له قالت له ما ياخدش في باله من كلام أبوها، وقرروا يفضلوا مع بعض مهما حصل. تاني يوم وفي فرح بوبي، ديسون كان بيتصور مع صاحبه وعروسته. في نفس الوقت ده تاك كان بيحرس البيت، وفجأة أبو ديسون هجم عليه. لما ديسون عرف اللي حصل الغضب سيطر عليه تماما وجاب آخره، مسك بندقية وراح ورا أبوه علشان يخلص عليه. بوبي حاول يوقفه بس ديسون زقه وكمل في طريقه ووجه البندقية على أبوه، بس ما قدرش يضغط على الزناد. وأبوه استغل الفرصة ومسك السلاح، وفي وسط الخناق بينهم الرصاصة طلعت بالغلط وجت في راس بوبي وقتلته في لحظتها. ديسون كان منهار تماما، وفي نفس الوقت أبوه كان بيضحك بمنتهى الأسوأ. الشرطة قبضت عليهم هما الاتنين، وتاك زار ديسون في السجن وحاول يقنعه إنه ملوش ذنب وإن أبوه هو السبب، بس ديسون فضل يلوم نفسه. وفي النهاية ديسون وأبوه اتحكم عليهم ب8 سنين سجن. بعد ما أماندا عرفت إن ديسون السجن بقت تزوره كل يوم، بس مع الوقت ديسون حس إنه ما بقاش يستاهلها. وفي يوم سألها: هتقولي إيه لو دي كانت آخر مرة نتقابل فيها؟ فأماندا ترجته إنه ما يبعدهاش عنه، بس ديسون كان واخد قراره. بالنسبة له الحب مش امتلاك، الحب إنك تسيب اللي بتحبه يروح يشوف حياته، وكان مقتنع إنه ما يستاهلهاش لأنه مجرد سجين فقير. ومن اللحظة دي ديسون رفض يشوفها تاني. ورغم كده أماندا فضلت تروح السجن كل يوم وديسون يرفض يقابلها، لدرجة إن حراس السجن نفسهم صعبت عليهم. بعد شهور من المحاولات أماندا أخيراً بطلت تيجي، ودي كانت آخر مرة يتقابلوا فيها لمدة 20 سنة. ونرجع للحاضر، أماندا اللي كانت كاتمة مشاعرها لسنين أخيراً سألت ديسون: ليه سبتني من 20 سنة؟ ديسون اعترف لها إنه عمره ما حس إنه يستاهل يقف جنبها. أماندا انهارت أكتر لأنها من جواها كانت دايماً بتحبه. بالنسبة لها ديسون كان دايماً هو الراجل الصح، حتى بعد ما اتجوزت كانت لسه شايفة إنه أحسن من الراجل اللي هي اختارته. بس كالعادة ديسون كان اختفى من حياتها لعقدين من الزمن، وهنا كلامهم خلص. في آخر يوم ليهم مع بعض ديسون كان متأكد إن أماندا لسه بتحبه زي ما هو لسه بيحبها، بس كان عارف برضو إنه ما يقدرش يطلب منها ترجع له. دي دلوقتي بقت زوجة وأم لطفلين، وكان مقتنع إن حياتها ما بقتش معاه. في النهاية كل واحد فيهم رجع لحياته تاني. ديسون كان مليان بالندم وبيلوم نفسه إنه ما قدرش يكون مع أماندا من 20 سنة، بس كان عارف إنه لازم يسيبها تعيش حياتها. وكده افترقوا بجد. لما أماندا رجعت بيتها كانت حاسة بلخبطة كبيرة. قررت أخيراً تكون صريحة مع زوجها واعترفت له إنها لسه بتحب ديسون، لكن زوجها اللي كان دايماً مشغول تجاهل مشاعرها ومداش أي اهتمام لكلامها. وبعدها بفترة قصيرة ابن أماندا جاله هبوط في القلب بسبب حادثة. جريت على المستشفى وهي في حالة صدمة تامة، وفي عز ما جوزها كان بعيد عنها عاطفياً ومفيش حد تتسند عليه، كلمت ديسون وهي منهارة واتفقوا يتقابلوا تاني. ديسون وافق طبعاً، بس قبل ما يتقابلوا الكارثة حصلت. ديسون اتضرب بالنار فجأة، ومين اللي ضربه؟ أبوه، وديسون مات في ساعتها. قسوة الموقف كانت خيالية وما تتصدقش. تاني يوم أماندا جالها خبر وفاة ديسون وكانت متدمرة تماماً، وللمرة التانية كانت مجبرة إنها تسيبه إنه يروح للأبد. لكن من رحمة ربنا ابنها لقى متبرع بالقلب وعمل العملية وعاش،
وبعد سنين بنكتشف إن القلب اللي اتبرعوا بيه لابنها كان قلب ديسون. وهنا بتخلص الحكاية. باي باي.